ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ مشعل. أبقاك الله يا أخ خالد. حياكم الله. تفضل يا أخي، لديك مداخلة في هذه الله يسلمك. أنا أشكركم على الاستضافة يا شيخ، وأشكر أولا وأخيرا المشايخ والدعاة إلى الله اللي لقبوني بهذا اللقب وهو شاعر وصام، وأتشرف بهذا اللقب بأني أكون شاعر وصال. ولي كم قصيدة نزلت في وصال بسبب يعني هموم الأمة وما حدث بالأمة. فأنا أحب أتكلم، بس الشيخ خالد الشيخ ناصر ما قصر أتكلم عن يوم عاشوراء. طيب، ولكن أتكلم أول شيء يا أخ مشعل، لي طلب عندك. تفضل كلي لك. لا تهجونا، نبي بس إذا لا تهجونا، أهم شيء ابعد عنا يعني زي ما يقولون. بإذن الله كلي لك. طيب تستاهل، تسلم على عجالة عشان ما طيب أنا أبشركم بشارة لجميع إنسان أو جميع أهل السنة اللي يفرحون بهذه البشارات. أنا رأيت رؤيا الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد دفاعي عن عائشة رضي الله عنها. رأيت رؤيا في بيت كبير ودخلني على البيت هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسألت سلمان أين محمد؟ قال في هذه الغرفة. فدخلت وقبلت رأس محمد وقلت روحي لك الفداء يا أبا القاسم. فضحك محمد عليه الصلاة والسلام. معي أحد الدعاة قال له فيصل الشمري في نفس الرؤيا، قال يا رسول الله هذا شاعر الدفاع مش على الشمري اللي دافع عنك وعن عرضك. وهذه قصيدة بالدفاع عن عائشة رضي الله عنها بسبب هذا الفاسق الذي تكلم على عائشة، وقصيدة ثانية دفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام لكورت ستوكارد الدنماركي، وكذلك العلمانية والليبرالية، وقصيدتين على الطاغية بشار بعنوان بشار لا ترحل ولا تترك الدار، وبشار ارحل في قناة وصام. لكن بس أوضح توضيح بسيط. في أحد القصائد ذكرت وقلت حنا السوريين عندنا شجاعة، وبعض الجمهور أرسل لي رسالة يقول لماذا تقول حنا السوريين وأنت لست سوري؟ قلت أنا همي داخلي للأمة الإسلامية. أنا دافعت عن عائشة وعن محمد، والآن حاليا وقريبا إن شاء الله دماج لا تحزن ترانا قريبين، قصيدة قريبة ستنزل على وصال حصرية لدماج بإذن الله. فأنا أناشد الشعراء، أين أنتم يا شعراء؟ أين أنتم يا من انغمستم في الغزل والمدح؟ أين أنتم على الأمة وعن هموم الأمة؟ ما تعبرون بهذه القصائد الجميلة. وأنا أعرف شعراء كثير، ومنهم من يعرف مشعل أبو هلا، يعرفني زين، ولكن أنا أهدي أبيات بسيطة لقناة وصال. هذه القناة صراحة التي استفدنا منها كثير. تسمح لي يا أخ خالد وأخ ناصر، معليش أنا طلعت عن موضوعكم، لكن تسمحوا لي في هذه الأبيات البسيطة. تفضل، تستاهل أكثر والله يا الشيخ. يا لب قلبك، الله يجزاك خير. يقول من هذه اللحظة أنا شاعر وصال، أصدع بقول الحق ولساني فصيح، وصال كالعذراء مع حسن ودلال، متميزة دايم بهالوقت الشحيح، أنتي تبثين الحقايق لا محال، قناة عز ولا تبث إلا الصحيح، كل شيء موثق بسانيد وعدال، والقول لا من قالته ما هو جريح، بينتي للأمة إجابات السؤال، على بلاطه دائما تعطي صريح، وبينتي شعب مضطهد والانحلال، وبينتي الظالم ومظلوم يصيح، وصال والله راسيه مثل الجبال، لو حاولوا بعض البشر انه تطيح، بثي لنا ولا يهم ما يقال، كالقافلة سيري ولو زاد النبيح، وصال للعليا وللقمة وصال، دامي انا شاعر ولساني فصيح. سلامتك. صح لسانك، ويا بعد حي يا مشعل هذه الشفرة. الله يسلمك ويرفع قدرك. الله يجزاك خير. أشكركم صراحة القناة استفدنا منها واجد، ولا أطيل عليكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا الوقت المبارك أن يجعل كلامنا وقولنا خالص لوجهه الكريم، وأن يجمعنا في جنات النعيم مع محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ مشعل، لعلك حركت فينا، الشيخ يريد يحدث. صح لسانك أولا، وأريد منك طلب نريد أن نسمع نريد أن نسمع منك قصيدة إن شاء الله قريبا في رثاء الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه ومقتله قريبا إن شاء الله. بإذن الله أتشرف في الأمر هذا مما يرفعني بإذن الله. نعم. بإذن الله. أكثر يا شيخ ناصر من عيوني. الله يسلمك، تسلم عيونك. بارك الله فيك يا أخ مشعل. الله يرفع قدركم. شكرا. لا فضفوك، ونسأل الله أن يجعل لك مما يصلح بالحق، ونقول بإذنه تعالى
هنيئا لك، هنيئا لك هذه الرؤيا، نغبطك عليها. فكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أو كما قال: فإن الشيطان لا يتمثل بي، أو غير في مثل هذا المعنى. طيب شيخي الكريم، لم